السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم ان شاء الله بركة وسرور بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحب بيكم في قناتي يوميات أنوش. بس قبل ما نبدأ نعمل لايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم معانا كل جديد، والقناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هنجرب تجربة ان شاء الله تستفيدوا منها. انا قلت نتكلم مع بعض شوية قبل ما نوصل المطعم. احنا النهاردة هنجرب مع بعض فرايد تشيكن، وفي اخر الفيديو هتعرفوا رأيي فيه. واللي يعرف المكان يكتب لنا في التعليقات، واللي حابب يجرب وعاوز يعرف المكان يبعتلي وانا ابعت لكم. احنا اهو في العربية قربنا نوصل المطعم. انا بصراحة كان نفسي فيه جدا، لاني في اخر مرة كلته كان في السعودية. كنت في العمرة وكلته هناك. وهو البيك غني عن التعريف طبعا، بس طبعا البيك مختلف تماما في التتبيلة، ما شاء الله جميل جدا. انا سألت كتير عن احسن مطعم فرايد تشيكن، ووصلت للمطعم اللي انا اخترته لكم دوت، ورايحينه دلوقتي مع بعض. ودخلنا المطعم هنا زي ما انتم شايفين، وطلبنا الوجبات، وهي عبارة عن سندوتش برجر. الحشو بتاعه خاص وصوص مايونيز وخيار مخلل واتنين طبقة من البرجر، وصوابع الموتزاريلا عليه من على الوش، والتاني فراخ ستريبس وخس وطماطم وستريبس فراخ وصوابع موتزاريلا وحشو الصوص ما شاء الله عليه جميل جدا. ومعانا علبتين كولوسو وصوص جبنة واكياس كاتشب وحاجة ساقعة. وهنا الفراخ المقرمشة السبايسي والعادي. انا كنت طالبة يعني من ده ومن ده. هي ما شاء الله تحفة فعلا مع الجبنة. نيجي بقى للفراخ المقرمشة. هي الفراخ المقرمشة انا فتحتها لكم، هي من جوه جوسي وطرية ومن بره مقرمشة. هي فعلا تجربة جميلة جدا، بس هو مش زي البيك، هو قريب منه. بس بصراحة الفراخ طعمها حلو وفريش. انا فتحتها لكم من جوه عشان تشوفوها. وطبعا معاها طبعا الأرز الريزو، هو عبارة عن قطع الفراخ وعليها صوص حار أو صوص عادي زي ما تحبوا. وطبعا البرجر والفراخ طبعا الجميلة اللي محطوط عليها صوص الجبنة ما شاء الله عليها، طعمها طبعا تحفة. احنا كده كده هنعمل مع بعض فيديو هشارككم فيه برضو، ان انتي ما تروحيش في اي حتة وتقدري تعملي كل دوت في البيت. احنا هنا خلصنا ودخلنا الحمام نغسل ايدينا. هو المكان جميل جدا وراقي. اللي عارف احنا فين يكتب لنا في التعليقات، واللي حابب يعرف برضو يكتب لنا واحنا نقول لكم. احنا خلصنا وخرجنا، ورحت اجيب ابني من النادي دوت برضو جميل جدا. هعمل لكم فيديو عنه عشان اللي حابب ولاده يشتركوا فيه. هو تكلفته مش عالية خالص، وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنه، وانتظروني ان شاء الله في فيديو هعمل لكم فيه الفراخ اللي تشيكن من غير ما تروحي في اي حتة، وانت قاعدة في البيت هتعملي الوجبة ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.